السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، نبدأ حديثنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتكلم اليوم عن انشغال جمهور ومشجعي ولاعبي ونادي الزمالك بالأهلي. هي دي المشكلة، إنهم شاغلين نفسهم وشاغلين دماغهم مش بأمورهم وأحوالهم وكل ما يدور عندهم، لا، شاغلين نفسهم باللي بيحصل في النادي الأهلي. الأهلي كذا، كل حياتهم بقى الأهلي ده عمل لهم هسهس، والله عامل لهم هسهس. فإحنا يا أهل الزمالك خلي بالكم من النادي بتاعكم، بس شوفوا مشاكلكم إيه وحياتكم إيه ولعبكم إيه ومباراتكم إيه وإنتوا فين، كل أموركم خلوا بالكم منها واتركوا الأهلي في حاله. الأهلي خلاص طار معاه نسر ما شاء الله بأقوى جناحين وطاير، وانتوا هتقعدوا كده في الأرض باصين للنسر فوق بس تشوفوا النسر عمل إيه وتتكلموا عليه. فبرجاء انتوا كده بتتأخروا، بتضيعوا نفسكم، بتضيعوا النادي في التفكير في الأهلي. فكروا في أنفسكم، فكروا في حياتكم، فكروا في كيف يسير النادي، كيف تعالجوا مشاكل النادي، مش تفكروا في النادي الأهلي وما يصل إليه النادي الأهلي. وإنك تحاولوا بكل شتى الطرق والكباري ان انتوا تقللوا من نجاحات النادي الأهلي، وده شيء مقزز بجد بجد بجد. الأهلي ما بينظرش للخلف ولا بينظر للي انتوا بتقولوه، الأهلي طاير طاير في السماء عالي. وهذه نصيحة من أخوكم ان انتوا تخلوا بالكم من نفسكم وفقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.